إذن السلام عليكم. شكرا زملائي الاعزاء. اللي كنبغي نشكر الاخ والزميل ازوار والاخ ايضا والزميل احمد اوصار على هذا الحفل التكريمي في حق الناس والشخصيات اللي كيتواجدوا بمدينه قنيطره، سواء السياسيه او الفنيه او الرياضيه، على هذا التكريم اللي دار لهم، وكنشكركم بزاف. اليوم في اطار حفل ليله النجوم اللي كتنظموا مؤسسه كاترونسيس ومؤسسه خبر اليوم، اختارينا اننا نحتفيو بمجموعه ديال الشخصيات في مختلف المجالات الرياضيه الفنيه الثقافيه وفي المجال ديال الاعلام. هذا الحفل هذا كيجي في اطار المجهودات اللي كدير بهم المؤسسات الاعلاميه في قنيطره من اجل تكريس ثقافه الاعتراف، ثقافه الاحتفاء، واننا نكرموا الناس وهما مازال احياء، ماشي ضروري نسينوهم تيموتوا عاد نبداو نديروا لهم التكريم. وكنتمنى ان شاء الله تكون امسيه رائعه، وشكرا لرجال الاعلام وجميع الحاضرين والدائمين وتحياتي لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اكون الاستاذ خالد ازوار، المدير العام للمقاوله الاعلاميه خبر اليوم، وكذلك رئيس ومدير مركز تكوين وتقويه قدرات النساء، رئيس اتحاد النسائيات وجمعيات المجتمع المدني بالقنيطره. جاءت الفكره بمعيه المدير العام للمقاوله الاعلاميه كينيطره ترونسيس الرائده في مدينه القنيطره، ان لم اقل القناه الاولى في هذه المدينه والجهه. ارسلنا باش اننا نكرموا بعض الفعاليات في مختلف المجالات لما اسدوه من صنيع، وكذلك من خدمات في شتى المجالات. ويكفي انني نذكر لان مجموعه من الاخوان يتساءلون اولا الدعم على الدعم ديال هذا المهرجان. اقول بان باستثناء ثلاثه ديال الاشخاص تقريبا 90% كل من المقاولتين الاعلاميتين للمجلس البلدي كان له الدور فيما هو لوجستيكي ليس الا. بالنسبه للشركه لم نتلقى اي دعم من اي شركه. علاش درنا الشركه؟ لان شفنا فيها ان شركه مواطنه من خلال مجموعه من الاعمال التي قام بها المدير العام ديالها، خصوصا منح البطائق للاشخاص في وضعيه اعاقه، وكذلك خلق شراكه مع الطلبه ديال الجامعات ديال بنو طفيل. المجموعه اللي ما تعرفوش الحاج المكي الزيزي رئيس ديال جهه سلارباط قنيطره، اللي كان عنده واحد الدور كبير جدا. شكون منا لا يعرفه؟ هشام الدقيق والانجازات ديالو، ايقونه الصحافه السي عبد الحق الشراط، وكذلك الفائده الجمعويه الاخت امينه حروزه والاخت كوثر، الدور اللي لعبته في النقل. نعرج على السي المدير ديال المؤسسه العموميه السي بنقاس، وكذلك من المدير ديال التعاون الوطني. هناك اسماء وازنه اعطت الشيء الكثير. اذا هذا تنقول كاين مجموعه من الاخوان تم تكريمهم في محطات سابقه. يمكن انني نذكر ان المجتمع المدني قام باربع مهرجانات، وفي كل مهرجان كانوا يكرموا زهاء 50 من الفعاليات الجمعويه في مختلف المجالات الثقافيه الفنيه الرياضيه الاجتماعيه، كذلك رياضه الاشخاص المعاقين. هناك فرص اخرى ان شاء الله الاخوان، وهذا التكريم هو الا معنوي وتحفيز. وتنطلب من الاخوان اللي تيشوفوا هناك اناس واسامي بادروا حتى هما بحالنا، وتنتمنوا التوفيق للجميع.